في حلقة اليوم راح نفتح مع بعض عدة إنديجو سبيشال ديلوكس سيت من شركة نت برو. يلا خلينا نبدأ. طبعا هذه العدة هي كولكترز إديشن، إذا حابين تطلبونها موجودة بالموقع، راح أحط لكم رابط تحت هذا الفيديو. يلا خلينا نشوفها ويا بعض. الحلو فيها إن الجنطة صغيرة، وطبعا مسوينها من خام الدنم اللي هو جينز، ويا كرت يبين لكم كل مقاسات الإبر، ويبين لكم الطول الأسلاك وشنو الإكسسوارات بعد اللي موجودة داخل. الحين خليني أوريكم شلون تقسيمة الجنطة من الداخل. طبعا حلو فيه إنه فيه سحاب، طبعا فيه سحاب هني بعد أمامي، وداخله حاطين الأسلاك ويا الإكسسوارات اللي هو مثل الأغطية عشان لا يطيح الخيط. طبعا تقدرون تشيلون بلاستيك أو تخلونه فيه، وطبعا وياه كذي جنطة هم أصغر فيها كل أطراف الإبر. طبعا هم 7 إبر يشوقون وايد حلو. يعني إذا أنتم تحبون تسوون مدلاقات أو كبابيس وايد حلو، أنصحكم تاخذونه، يسوى صراحة. بعدين طبعا لما تخلصون تشتغلون فيه تسكرونه بهالطريقة وتحطونه داخل الجنطة. الحين خليني أوريكم هذا الجزء الخاص بالأسلاك. طبعا هو ويا ورقة، بالورقة حاطين شلون الطريقة إذا تبون تثبتون أطراف الإبرة، طبعا بالسلك شلون تفرونه. إذا تحتاجون مثلا مرات يكون يابس شلون تحطون القطعة داخل. راح أوريكم الحين شلون راح أثبت القطعة فيها. فهذيل أهم القطع. طبعا راح أفتحهم الحين، ويا طبعا هذه الحديدة أساس إذا كان صعب عليكم إنكم تفتحونه تقدرون تفتحونه فيه. طبعا الحين أنا راح أوريكم شلون راح نركبهم. فطلعت الإبر مثل ما أنتم شايفين، بس أحطه فيه وألفه لما أحس إنه خلاص ثبت. طبعا نفس الطريقة حق الجهة الثانية راح تلفونه عدل لما تتأكدون إنه خلاص صار ثابت، وبكذي تقدرون تستخدمون الإبرة. وايد حلو. الحين راح أوريكم شلون إذا بغيتوا تشيلونهم. طبعا إذا يعني ما كنتوا وايد شادين تقدرون على طول تلفونه ويطلع، أو إنكم أنتوا تاخذون الحديدة القطعة الصغيرة وتدخلونها داخل بهالطريقة داخل الفتحة مثل ما أنتم شايفين، وبعدها تبدؤون تلفون الطرف، وبكذي راح ينفصل الطرف عن السلك. طبعا أنا الحين برجع كل شي مكانه على أساس لا يضيع، فقررت إني راح أحتفظ بهذيل الأكياس البلاستيك اللي وياه وأحط فيه القطع. طبعا هذا ما في، بس راح أسكره بهالطريقة وأحطه داخل خلينا نقول البوك الكبير، الجنطة الأكبر. وهذيل الأسلاك بس راح أصفطهم بالنص وأحطهم طبعا بالجزء الأمامي اللي هو بالزبر والإكسسوارات ماله. وبكذي خلصنا. وطبعا ما ننسى نسكر، وبس نقدر الحين نحطه بجنطتنا أو أي مكان حجمه حلو وصغير. وهذا هو درس اليوم. إن شاء الله عجبكم الدرس. بليز لا تنسون اللايك والسبسكرايب. حابة أشكر متابعتكم. مع السلامة.